وفاة الوالد، وليلة 30 رمضان كان الشهر مكتمل، فكنا جالسين على الفطور أنا وأخوي اللي أصغر مني أنس، فبيقول لي أنس إنه رمضان عندما يكون كامل يكون يعني خلاص أنت عارف بكرة عيد، ماله البهجة الزايدة. فالوالد بيستمع لنا رحمة الله عليه على أذان المغرب، فصار يقول لي أنس، يقول له هذا في نظرك لأنه أنت جاهل. فأنا وأنس توقفنا، قال يا ولدي الليلة ليلة توزيع الجوائز، اللي صام وصلى وعبد الله وطلب المغفرة الليلة الله يكرمه بجائزته وياخذ الجائزة. يلا قوموا على صلاة المغرب جماعة في المسجد. والله قمنا صلينا رجعنا، جمعنا كلنا على غير العادة، ندعي إن الله يغفر للمسلمين، إن الله يشافي خالتكم، كانت خالتنا مريضة، إننا ندعي إنه يغفر لهم. يلا يا أبنائي الليلة صلاة العشاء تبكر نصف ساعة، قوموا كل مين فيكم على المسجد عشان يلحق صلاة العشاء. وخرج كعادته راح على المسجد. هو الوالد كان يصلي في مسجد السنوسي في مكة المكرمة، فهو الإمام الشيخ أحمد، والوالد إذا تأخر الشيخ أحمد عادة يصلي بالناس. فجو صلى الوالد الركعتين وجلس يستني زيه زي المصلين، فجو قالوا له يا أبو إحسان تأخر الشيخ أحمد صلي بنا. قال لهم ليه وينه؟ إن شاء الله طيب. قالوا له لا بخير، يلا بخير بس ليلة عيد يمكن راح يقضي تأخر. أقيموا الصلاة. أقاموا الصلاة. قرأ في الركعة الأولى والليل إذا يغشى، وكان يجهش بالبكاء في كل مكان في القرآن. كان خلفه اللواء عبد العزيز الزبيري، كان قائد كان رئيس الحرس عند الأمير ماجد بن عبد العزيز، وهو من معارف الوالد. هو كان يحكينا القصة. ففي الركعة الثانية قرأ والضحى والليل إذا سجى، وصوته كان يطلع بالقوة، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. كان يطلعها بالقوة، الله أكبر. وسقط في المحراب، خلفه 3000 مصلي تقريبا في المسجد. بيحكينا الله يبارك في عمره الأخ عبد العزيز الزبيري، يقول والله أنا شفت أبوكم سقط في المحراب وأنا خلفه، تقدمت بسرعة سمع الله لمن حمده وبدأت أؤم الناس، ويلا خلصت الركعتين درت السلام. يقول دخلت يدي تحت رأس أبوكم وصلت أخلي لحيته بيدي وأقول له يا أبو حسان يا أبو حسان. يقول والله لا أجد في أبوكم شيئا يتحرك إلا لسانه ويكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول جينا نرفعه توقف كل شيء. خذوه على المستشفى، انتقل إلى